وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا اكمل لكم ان شاء الله الاسباب اللي بتخلينا ممكن نفضل في علاقة مؤذية. وقفنا لثالث سبب. ثالث سبب يخلينا يعني نستحمل العلاقة المؤذية هي ألفة الأذى. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إن أحيانا للأسف بنكون اتعرضنا للأذى من أقرب الناس لينا، اللي هو والدنا والدتنا، اللي هم المفروض يسببوا لنا الأمان لكن أذونا، فبالتالي اتعودنا إن يبقى فيه أذى، وبنبقى شايفين الشخص اللي بيأذينا ده بالعكس أحسن كتير من الشخص اللي يعني المفروض عنده الأمان وأذانا. ودي بتبقى من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس تستحمل الأذى. من الأسباب كمان اللي بتخلينا نستحمل علاقة مؤذية وما نخرجش منها هو يعني الإحساس بالرفض. أنا خايف أترفض، فأنا خايف لو خرجت من العلاقة أترفض في علاقة تانية، فبما إن أنا مقبول في هذه العلاقة فأنا هفضل فيها، لأن أنا عندي إحساس دايما إن أنا خايف من الرفض. من الأسباب بقى اللي موجودة كتير يعني منتشرة قوي عند معظمنا وما بنحسش بيها هي إن بكرة يتغير أو بكرة تتغير، وغالبا بيبقى الذكر هو الأكتر للأسف، اللي هو أنا عندي أمل طول الوقت إن هو إن شاء الله هيتغير ويتحسن. ليه؟ عشان أنا بحبه، فأنا دايما منتظرة إنه يتحسن وشايفة الأمل فيه. مش بس كده، ده أنا بحاول أقدم حاجات كتير، وأقدم الأفضل وأقدم الأحسن، وأتسامح وأنسى، على أمل إنه بعد ما يشوف مني الحلو ده كله أكيد هيتغير. لكن اللي بيحصل انه بيزيد في الأذية وبيزيد في التلذذ بانه يأذيني، وللأسف ما بيتغيرش، وبفضل انا اتأذي وبفضل في العلاقة. فلازم نعرف ان محدش بيتغير بسهولة كده. شير الفيديو علشان تفيد غيرك زي ما انت استفدت.